السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هنعمل مع بعض 3 مشروبات صحية ومنعشة كده للحر وللصيف ده. قد ايه مشروبات سهلة التحضير وفوائدها كتيرة جدا. هنعمله مع بعض الدوم والخروب والكركديه. دكاترة كبار جدا اتكلموا عنهم. ففوائدهم كتيرة جدا. يعني الدوم بيعمل معادلة كده في تظبيط ضغط الدم، بيساعد على علاج التهابات المسالك البولية، بيخفض كمان نسبة الكوليسترول في الدم، بيحافظ على سلامة القلب والمخ، وكمان بيمنع تصلب الشرايين. كمان الخروب بيحتوي على الألياف والبروتينات والمعادن. يفيد الجسم في تحسين عملية الهضم. كمان بيظبط ضغط الدم، يقوي جهاز المناعة، ويقوي العظام كمان لاحتوائه على الكالسيوم. وكمان الكركديه بيظبط ضغط الدم، بيقي من السرطانات. وكمان بينظم السكر في الدم وبيقلل الوزن. يعني في حاجات كتيرة جدا الدكاترة اتكلمت عنها. هنبدأوا كده مع بعض نعملوا المشروبات الجميلة دي. معايا الخروب ومعايا الكركديه ومعايا الدوم. طبعا بتعملي الكمية المناسبة ليك. معايا ربع كيلو من الدوم وربع كيلو من الخروب، ومعايا تمن من الكركديه. هنزل بيهم بقى كلك في الأطباق بالشكل ده، وفيه الدوم مدشوش بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وفيه دوم سليم صحيح زي ما هو. طبعا بتجيبي اللي بتلاقيه. الاتنين طريقتهم واحدة. هاخد بقى هنا الخروب، رايح هاخد الكركديه، رايح اغسلهم من اي اتربه تكون متواجده فيهم بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده هنزل على كل مشروب من ده ب2 لتر من الميه، ايا كان بقى سخنه بارده ايا كان. كل مشروب نزلت عليه ب2 لتر. اما بالنسبه بقى للخروب، فهنزل على الربع كيلو بمج كده من السكر. طبعا ممكن تشربي المشروبات دي كلها من غير سكر، بالذات مرضى السكر، لان الدوم ذات نفسه مسكر. قبل طبعا ما ارفع الخروب على النار، همسك بقى الدوم والكركديه، رايحه اقلبهم ورايحه اسيبهم مش اقل من ساعتين منقوعين علشان يخرجوا كل الفوائد اللي فيهم. هرفع بقى الخروب على النار بالشكل ده لحد كده السكر ما يبدأ في بداية الكرملة. بعد كده بقى هبدأ أنزل عليه بالمية سخنة باردة أيا كانت. ما تسيبيهوش يغمق أكتر من اللازم علشان السكر ما يمررش منك. هسيبه بقى يغلي كده في حدود ربع ساعة على النار، وبعد كده هسيبه لحد ما يبرد تماما. بعد كده بقى هرفع الكركديه على النار، ورايح اجيب الدوم، هنزل بالدوم ده في الحلة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، ورايحة ارفعه بقى على النار لحد ما يغلي كويس. يعني هياخد كده في حدود ربع ساعة غليان. بعد ما يغلي بالشكل ده هبدأ انزل عليه بقى بمج من السكر. التحلية دي حسب راحتك، لان هو بيبقى مسكر، فخدي بالك ما تزوديش السكر عشان ما يطلعش مسكر منك. رايحة اسيبه بقى يكمل الساعة. يعني من اول ما حطيته على النار لحد ما طفيت عليه اخد ساعة. هسيبه بقى يكمل الساعة. وبعد ما يكمل الساعة هبدأ بقى أسيبه يبرد تماما. بعد كده رايح أضربه في الخلاط، ورايح أصفيه بمصفى تكون ضيقة جدا. أما بقى بالنسبة للكركديه، فأخد ربع ساعة كده يغلي على النار. بعد كده طفيت عليه، ظبطت بقى العصير وصفيته بالمصفى الضيقة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، سواء كان الدوم أو الخروب أو الكركديه. طبعا الخروب بعد ما برد تماما صفيته بمصفى ضيقة وبقى بالشكل ده. بتزوديه مية بقى على حسب انت عايزة تقوله. لقيتي التقل مظبوط بتسيبيه، عاوزة تزوديه مية تانية براحتك انت. بعد طبعا ما العصير بقى بالشكل ده، وبالذات كمان الكركديه لازم يكون خفيف، لان لو بقى تقيل بتجيب حصوات. سمعت الدكتور بيقول كل الكركديه ما بقى خفيف بيبقى صحي اكتر ومفيد اكتر. حبايبي يا رب اكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.